ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض تورتايه الرافاييلو الحلوه اللي قدامكم دي. هنعملها مع بعض بالدقيق الاسبونج الجاهز. نعملها بطريقه سهله جدا وتزيين بسيط. تابعيني لنهايه الفيديو. يلا بينا ندخل ونشوف عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. معانا الاسبونج بتاعنا النهارده هنحتاج 375 من الاسبونج الفانيليا الجاهز، بيتباع عند مستخدمات الحلويات. ومعانا كمان فانيليا، ومعانا 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ومعانا كمان معلقه صغيره جدا من المحسن الجل، تقدري تستغني عنه مفيش مشكله. ومعانا كمان تلت كوبايه من الميه. هنبدا بقى في العجان بتاعنا، هنحط كل المكونات مع بعض. هنحط الدقيق، والدقيق بتاعنا هنا فيه كل حاجه، فيه السكر وفيه البيكنج باودر وفيه المحسن وكله تمام. هنحط عليه البيض، وبعد كده هنضيف الفانيليا، وبعد كده هنحط الميه والمحسن. وطبعا اول ما بدات اشتغل في التورتايه بتاعتي او في الكيك الاسبونشي بتاعي، انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180 تمام. هبدا بقى اخد الكلام ده كله كده، وحطيت خلاص الميه والمحسن، وهاخد الكلام ده كله بقى على العجان بتاعي او على المضرب بتاعي، وابدا اضرب تمام زي ما انتم شايفين كده. لسه طبعا المكونات بتختلط بالراحه. انا هنا بستخدم الكف معايا، مش بستخدم المضرب السلك. هسيبه بقى يضرب لحد ما يفتح لونه ويتضاعف حجمه، وهوريكم تدريجيا. اهو هنا بدأ يفتح اللون معايا شوية بشوية. شايفين اللون يفتح اكتر كمان، والحجم اتضاعف. طبعا انا معملية السرعة بتاعتي على اعلى سرعة تمام. وزي ما قلت انا مسخنة الفرن بتاعي، وكمان محضرة عندي صينية مقاس 24 وحاطة فيها ورقة زبدة، ومبطناها بالزيت الخفيف جدا. خلاص كده الخليط اتضرب معايا حلو جدا. هبدأ انزل بالخليط بتاعي كده في الصينية بتاعتي مقاس 24 ارتفاع عالي زي ما انتوا شايفين كده تمام. هنزل بقى كل المكونات اللي عندنا كده، ونبدأ نفردها في الصينية بالراحة بالشكل ده تمام كده. هجيب بقى خلة شيش طاووق بقى كده، وابدأ اعمل حركات كده تعريجية عملتها معاكم قبل كده في فيديو القشطوطة، علشان خاطر نخرج اي هوا منها، وكمان ما نحتاجش ان احنا نخبط الصينية خبطتين او حاجة. دي بتظبط معايا الصينية كده. بدخلها كلها كده ببعضها كده. وهنا مسرعه لكم الفيديو، طبعا انا عاملاه بالراحه، بس انا هنا مسرعه لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. احطها بقى تستوي. وده شكلها خدت معايا بالظبط نص ساعه وخمس دقايق. شايفين هشه جدا بجد. هسيبها بقى لما تبرد عشان اقدر اشتغل فيها. تقدري تسيبيها لتاني يوم وتشتغلي فيها مفيش اي مشكله تمام. الكيكه بتاعتي بقى بعد ما بردت وقطعتها، شلت الوش خالص وقطعتها لثلاث اسبونشات او ثلاث ديسكات. هاخد اول ديسك معايا كده، هجيب البورد بتاعي اللي هنحط عليه التورتايه، وهحط قطعه من الكريمه كده، وهبدا انزل باول ديسك معايا. وخليط التسقيه هنا معايا عباره عن معلقتين كبار من السكر على نص كوبايه ميه من الحنفيه عادي جدا، وهقلبهم كويس حلو جدا. وهبدا اسقي بيها الاسبونج بتاعي تمام كده. شايفين انا لازم اسقي الاسبونج بتاعي كده عشان يبقى جوسي كده وحلو. بجد الاسبونج لما بيتسقي بيبقى طعمه حلو جدا وبياكل من الكريمه. هناخد بقى الكريمه بتاعتنا بعد ما اتضربت. الكريمه بتاعتي انا حطيت ربع كوبايه من السكر الناعم، عليهم كوبايه ونص من الميه، وكوبايه ونص من الكريم الشانتيه الخام. وكمان بعد ما اتضربوا وخدوا فوم عالي، حطيت عليهم عندي كريمه رافاييلو. ضفت 3 معالق كبار. لو مش متوفره عندك تقدري تحطي نوتيلا بيضه متسيحه، او تحطي شوكولاته بيضه برده متسيحه. وبتاخدي معلقتين من الكريم شانتيه تدوبيهم الاول على النوتيلا او على الشوكولاته، وبعد كده بتضيفيهم على الكريمه وتكملي ضرب. وحطيت كمان تلت كوبايه من جوز الهند البودر، سوري الناعم تمام كده. وضربتهم حلو جدا كده. عندي كريمه الرافايلو. هحط بقى الديسك التاني بعد ما فردت الكريمه بتاعتي، وهكرر نفس الخطوه برضو. هسقي الاسبونج بتاعي بالخليط بتاع التسقيه بتاعي بالشكل ده كده. يعني بديل لو انت ما عندكيش كريمه رافاييلو جاهزه، تقدري تحطي نوتيلا، ربع كيلو من النوتيلا بتسيحيها، او ربع كيلو من الشوكولاته البيضاء وبتدوبيهم كده. وبعد كده بتحطي تلت كوبايه من الجوز هند علشان تدي الطعم كمان اقوى. انا هنا حطيت كريمه رافاييلو وكمان حطيت جوز هند. هحط بقى طبقه حلوه من الكريم كده، وهفردها برضو بنفس الشكل على سطح الاسبونج بتاعي.
تمام كده. طبعا الجو، ما عايزه اقول لكم الجو حر جدا، الكريمه بتتفرد معايا يعني بجد، كان الله في العون. صعب جدا شغل التورت في الجو الحر ده، يعني اللي يحب يشتغل تورته يبقى قاعد في تكييف، او يشتغل في الوقت البدري قوي بتاع الصبح، او بالليل متاخر قوي. بس لازم برضو بجد يبقى فيه اقل حاجه مروحه في المطبخ، علشان خاطر الكريمه بتاعتك تفضل معاكي حلوه ومتماسكه كده للاخر. هسقي بقى الطبقه الاخيره. انا طبعا بحب افضل ان اخر طبق فوق بتبقى القطعه اللي تحت خالص، او قعر الكيكه بتاعي. هبدا بقى احط بقيه الكريمه في كيس حلواني كده، والفها داير ما يدور على الكيكه بتاعتي. كده كده انا هغلف الجوانب كلها والتورتايه بالجوز الهند. هبطن الجوانب بعد ما افرد طبقه الكريمه حلوه، هعملها بالجوز الهند المبشور الناعم. وعلى الوش هحط برضو جوز هند، بس هيبقى خشن شويه عن اللي انا استخدمته في الكريمه، او اللي هحطه على الجوانب. تمام كده. هبدا بقى زي ما انتم شايفين كده، هحط بقيه الكريمه بتاعتي علشان ابدا اجيب الاسباتشوله بتاعتي او السكرابر، وابدا افرد الكريمه، واحط برضو طبقه من فوق كده، وابدا بالشكل ده كده انزلها، واجيب بقى الاسباتشوله بتاعتي وابدا افرد الكريمه معايا. تورته سهله وبسيطه، وبجد عايزه اقول لك طعمها حلو جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله الفينش النهائي يعجبكم. إيه بس تورته الرافاييلو بجد خطيره جدا. هفرد بقى الكريمه بالشكل ده، وهفردها برضو من فوق طبقه حلو كده، علشان خاطر ادخلها التلاجة شويه، عشان اقدر احط الجوز الهند على الوش، واحطه كمان على الجوانب. هظبط بقى كده الوش بتاعي، وهجيب السكرابر زي ما انتم شايفين كده، وابدا اسحب سحبه مره واحده كده عشان اظبط الجوانب، وكمان هعملها من فوق. وهنضف البورد بتاعي. طبعا اي حته محتاجه كريمه بحط لها، مفيش اي مشكله. تمام. هنضف بقى البورد بتاعي واحطها تسقع سنه صغنونه، عشان ابدا احط لها الجوز هند. حطيت بقى الجوز هند على الجوانب زي ما انتم شايفين كده، داريت كل الجوانب بالجوز الهند، لفتها. وهجيب بقى جوز هند يكون خشن شويه، هبدا احطه على الوش زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو. هرش بقى طبقه حلوه كده من الجوز الهند، بجد بتدي ريحه حلوه وطعمها حلو جدا. هبدا الفها كده داير ما يدور بالشكل ده، وهعمل بقى اي ديكوريشن من فوق كده زي ما انتوا حابين. طبعا التزيين النهائي ده بتاعكم انتوا. انا بالنسبه لي بقى هحط وردات كده، روزيتات من الكريم شانتيه، هحطها طبعا تسقع برضو شويه عشان الجو صعب جدا. زي ما انتوا شايفين كده هعمل روزيتات من الكريم شانتيه. انا كده قسمت التورتايه بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهو. عملتها بالسكينه، حززت بس ما نزلتش لتحت، تقريبا عملتها حوالي 10. طبعا عشان الكريمه بتاعتي الورده تثبت وما تقعش، بحاول اشيل بقى كده بالراحه بمعلقه كده، بظهر المعلقه احفر حاجات بسيطه كده. عملت بقى روزيتات زي ما انتم شايفين. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، عملت روزيتات من الكريم شانتي، حطيت عليها لوز، وكمان كسرت اللوز كده وحطيته على الحروف والجوانب زي ما انتم شايفين. وجبت شوكولاته رافاييلو، خدت منها واحده وحطيتها في النص بالطريقه دي، وخدت كلمه رافاييلو وحطيتها ورا الشوكولاته عشان تبان انها تورته رافاييلو. دي كانت حلقتي لكم النهارده، تورته الرافاييلو. بجد جربيها وان شاء الله هتعجبك. ولو عجبك الفيديو، عجبتك الوصفه، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.